السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل البقسماط، لانه بقى ب120 جنيه في الفرن. طب وليه؟ ما احنا نعمله في بيتنا. يا مسهل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شوية مية دافيين، هنحط عليهم معلقة سكر كبيرة، نحط عليهم معلقة خميرة صغيرة ونقلبهم مع بعض عشان ايه؟ تضمني الخميرة بتاعتك وتشوفوها كويسة، الصلاحية بتاعتها كويسة ولا لا. كده هما قلبناهم ونغطيهم بأي حاجة كده ونسيبهم جنبنا شوية قبل ما نوضب العجينة بتاعتنا. هنا حطينا شوية ملح وشوية خميرة صغيرين برضو ورشة سكر صغيرة، وهنبدأ نحط المية الدافية عشان الجو ايه برد. نبدأ نضيف المية شوية بشوية، نحط شوية بشوية كده عشان ما تجيش زيادة. نحط شوية، حبة حبة كده. يا حبايبي الخميرة اهي، بصوا عاملة ازاي، رفعت ازاي شوية. بصوا بقى عليها من جوه فيها فقافيع اهي، الخميرة رفعت خالص اهي. دي تعرفكم ان الخميرة بتاعتكم الصلاحية بتاعتها لسه شغالة اهي. نضيفها بقى على العجينة، بتاعتنا اهي. لسه في دقيقة اهوت، هنعجن بقى لحد ما ايه نتوه المية بالخميرة بتاعتنا. ها يا غزل كده لمينا العجينة بتاعتنا هي بالمية وضفنا الخميرة. هنا بقى هنضيف اخر حاجة نص كوباية زيت اهي، نص كوباية زيت هنلم بيها العجينة بتاعتنا. تحط نص كوباية الزيت وتنك تعجني لحد ما تلم الزيت. الزيت ده هو اللي هيخلي البقسماط بتاعك يقرمش ويبقى جميل. وادي يا حبايبي العجينة اهي، قطعناها هي كور وهنفردها في الصواني. وهوريكم تتعمل ازاي، تخمر في الصينية ان شاء الله. ماشي. هنا بقى نيجي كده في النص اهو كده، في النص. نجيب بقى السكينه بتاعه الفرشه بتاعتنا ولا اي حاجه اهيت، وشويه ميه كده اهو، شويه ميه كده. هنا برضو الصينيه دي اهي، عشان السمسم يمسك في العجينه. وعملنا بقى دوت عشان نفرح برضو ايه الاطفال اولادنا. فرحي عيالك كده وشهيصيهم وافرحي بيهم، ربنا يخليهم لك ويخليكي ليهم، دلعيهم كده في حياتك كده. هنا خلصنا بالفرشه بتاعتنا. نجيب السمسم بقى وحبه كده اهو، بصوا كده اهو. وادي حبايبي اهي البقسماط، حطينا على وشه سمسم، قصنا وشه شويه ميه بالفرشه وحطينا سمسم اهو. وادي حبايبي حطينا السمسم اهوت على العجينه، وهنسيبها تخمر مره تانية عشان ندخلها الفرن دلوقتي. هنسيبها تخمر مره تانية ونسويها واوريها لكم. البقسماط اهوت بعد ما طلعناه من الفرن اهوت، ولا تشتريه من بره لاولادك ولا حاجه.
ومنتهى الجمال. ودي من عجينة البقسماط، بصوا نفس العجينة هي اهيت، تعمليها لاولادك وتفرحيهم كده. وادي البقسماط بتاعنا اهوت بصوا السوا بتاعه جميل اهو. اتفضلوا معانا. خد يا غازة خد. ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ ولا تشتروا من بره ولا تتحوجوا لبره؟ ربنا يخلي لكم اولادكم وربنا يديكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.